عليكم، أهلا ومرحبا بكم طلبتي الأعزاء في درس جديد. إذا درس اليوم إن شاء الله يتمحور حول موضوع المفاعيل. إذا بعدما درسنا في الدرس السابق التوابع المتمثلة في التوكيد والبدل والنعت وكذلك البدل، اليوم إن شاء الله سنتطرق للمفاعيل وهي من المنصوبات. إذا بالنسبة للمفاعيل سنتطرق إن شاء الله للمفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، كذلك مفعول فيه المتمثل في الظرف، ظرف زمان وظرف مكان، بالإضافة إلى المفعول معه. إذا تابعوا معي هذا الفيديو. إذا سنبدأ أولا إن شاء الله بالمفعول به. إذا كتعريف، المفعول به هو اسم منصوب يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعل، ويكون إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يكون إما اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا. بالنسبة للضمير الظاهر، لأن مثلا كتب المتعلم الدرس، كما تلاحظون هنا كتبته لكم باللون الأحمر، الدرس هو المفعول به. إذا المفعول به كيف جاء هنا؟ جاء ظاهرا. عندما نقول ظاهرا بمعنى أننا نراه. إذا كتب فعل ماض مبني على الفتح، المتعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الدرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. إذا جاء هنا ظاهرا. النوع الثاني هو ضميرا متصلا. إذا ضميرا متصلا مثلا علمته. إذا لاحظوا معي هنا الضمير هو الهاء، إذن جاء ضميرا متصلا. كذلك لدينا النوع الثالث هو ضميرا منفصلا. عندما نقول منفصلا بمعنى منفصل، لا غير متصل بأي كلمة، سواء بالمفعول به أو بالفاعل أو بالفعل. إذن جاء متصلا، منفصلا. إذا لاحظوا معي إياك نعبد، إياك نعبد، إذا جاء هنا ضميرا منفصلا وهو إياك. إذا هذا بالنسبة لي النوع الأول المتعلق بالمفعول به. نمر الآن إلى النوع الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. إذا أردنا أن نعرف المفعول المطلق، هو مصدر منصوب يأتي بعد الفعل. إذا كما تلاحظون أنهم كلهم مصادر منصوبة، بالتالي فهذه المفاعيل تعتبرنا من المنصوبات. إذا قلنا هو مصدر منصوب يأتي بعد الفعل. إذا فيه ثلاثة أنواع كذلك: إما تأكيد معناه أو بيان عدده أو بيان نوعه. إذا كيجي إما يأكد لنا معنى الفعل، ولا بيان العدد ديال الفعل، ولا بيان نوعه. ما ضفت لكم واحد المسألة هنا: هو مصدر منصوب يأتي بعد الفعل، وكما أنه يكون مشتقا من الفعل. عقلوا لي على هذه باش تميزوه بينه وبين المفعول لأجله غير يكون مشتقا من الفعل. وحنا غادي نلمسوا هذا الشيء في الأمثلة. أكرمك المعلم إكراما. إذا أين هو الفعل في الجملة؟ الفعل هو أكرمك. إذا أكرمك فعل ماض كما تلاحظون مبني على الفتح. إذا المعلم هنا مفعول به مرفوع، إكراما جاء مفعولا مطلقا كما تلاحظوا. إذا هذه إكراما هذه فهي جاء مصدرا منصوبا مشتق من الفعل الذي سبق. أين هو الفعل؟ الفعل هو أكرمك إكراما مشتق من الفعل. إذا هذا النوع الأول هو يأتي لتأكيد معنى الفعل، أكرمك المعلم إكراما. النوع الثاني بيان عدده. هنا كيبين لنا العدد ديال مرات وقوع الفعل. مثال: تعلمت درسين. تعلمت درسين. إذا لاحظوا معي هنا لدينا درسين هو عدد، بمعنى مرت جوج ديال الدروس. النوع الثالث بيان نوعه. طرقت الباب. طرقت الباب طرقة قوية. لاحظتوا معي؟ طرقت الباب طرقة قوية. إذا أين هو هنا المفعول المطلق؟ هو طرقة. أنا كتبت لكم هذا باللون المغير بجوج، ولكن طرقة هو
راه هو المفعول المطلق لأنه مشتق من الفعل. أما قوية فهي تأتينا نعت حقيقي. إذا طرقت الباب طرقة، إذا لاحظوا معي هنا طرقة هي جاءت مفعول مطلق منصوب مشتق من الفعل طرقت. جيد، نمر الآن إلى النوع الثالث وهو مفعول لأجله. كتعريف هو مصدر يذكر، كذلك مصدر منصوب يذكر لبيان سبب حدوث الفعل أو عدم حدوثه. نسأل عنه لماذا زائد الفعل. لماذا دائما تنسولوا السؤال لماذا وكنجاوبوا لماذا زائد الفعل. نشوفوا المثال: أجتهد رغبة في النجاح. إذا أطرح السؤال لماذا أجتهد. لاحظتوا لماذا زائد الفعل. إذا لماذا أنا كنسول لماذا أجتهد. إذا ها هو الفعل ولماذا هو السؤال. لماذا أجتهد رغبة في النجاح. إذا دائما المفعول لأجله يأتي جوابا على السؤال لماذا. إذا رغبة هنا جاءت مفعول لأجله. أعطيكم مثال آخر. مثلا أذهب إلى المكتبة حبا للمطالعة. أذهب إلى المدرسة حبا أو رغبة في التعلم. مفهوم؟ أذهب إلى الشاطئ رغبة في السباحة. أذهب إلى المكتبة بحثا عن المعلومات. إذا لاحظوا دائما هذا المفعول لأجله يأتي مصدرا منصوبا ويأتي جوابا على سؤال لماذا. نمر إلى النوع الثالث وهو المفعول فيه الظرف. ينقسم إلى قسمين: فيه ظرف زمان وظرف مكان. إذا ظرف زمان هو يبين لنا زمان وقوع الفعل. نسأل عنه بمتى. إذا يفيد لنا الوقت، نقول متى. بمتى مثلا جاء المعلم صباحا. لاحظوا معنا هنا جاء المعلم صباحا. إذا جاء فعل ماض مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره. صباحا جاء مفعول فيه ظرف زمان كيتعلق لنا بالصباح. نمشيو للنوع الثاني هو ظرف مكان. إذا يبين لنا مكان وقوع الفعل ونسأل عنه بأين. إذا دائما الوقت الزمان كنسألوا ليه بمتى. متى تفيد الوقت وأين تفيد المكان. إذا نسأل عنه بأين. مثلا جملة: وقفت أمام الباب. وقفت أمام الباب. إذا لاحظتوا معي هنا أمام هي ظرف مكان. نقول مثلا وقفت أمام الباب. وقفت مثلا وسط الطريق. إذا وسط اسم مفعول فيه ظرف مكان. وقفت مثلا فوق أو وقف أو مثلا حط الطائر فوق الغصن. مفهوم؟ أو وضعت القلم فوق الطاولة أو تحت الطاولة. إذا هذا الاسم المكان مثلا فوق، تحت، بين، أمام، وسط، كل هذه مصطلحات عندها علاقة هي ظرف مكان. أما ظرف زمان تقول مثلا مساء، صباحا، ليلا إلى غير ذلك. إذا هذا فيما يتعلق بالمفعول فيه. نمر الآن إلى آخر مفعول هو المفعول معه. إذا المفعول معه اسم منصوب يأتي بعد واو المعية. كيجي بعد واو المعية. مثال: حضر المعلم وشروق الشمس. أعطيكم مثال آخر. مثلا دخل الأستاذ مثلا وأذان الظهر. استيقظت وأذان الفجر. لاحظتوا إذا هاد واو المعية المعنى ديالها بحال مع، لهذا سمي بمفعول معه. لأن دائما كتلقاو فيها و. مثلا دخلت القسم مثلا وخروج التلاميذ. أو دخلت القسم ودخول التلاميذ. مفهوم؟ إذا دائما يأتي بعد واو المعية. هاد واو المعية هي بحال مع. إذا هذا كان آخر محور هو المفعول معه. إذا شكرا لكم على حسن الانتباه. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. وما تنسوناش بالاشتراك ديالكم في القناة باش يوصلكم أي درس جديد إن شاء الله.